ازيكم عاملين ايه؟ واهلا بيكم في فيديو جديد، وده الفيديو الوحيد اللي انتوا هتحتاجوه قبل ما تتفرجوا على سبايدر مان براند نيو داي. التريلر الجديد بتاع سبايدر مان براند نيو داي نزل وفي حاجات كتير ظهرت فيه. هو التريلر ده مش بيورينا بس هالك، مش بيورينا بانشر، لا هو بيورينا حاجات كتير قوي ممكن تكونوا انتوا فوتوها، فتعالوا ما نتكلم عنها النهارده. التريلر ده حرفيا بيورينا وبيتكلم عن مشاكل بيتر باركر النفسيه، مش بس انه العالم كله نسيه، مش بس ان سبايدر مان بيتغير، ومش ان هالك دلوقتي هيظهر كسافيج هالك، ومش ان في ذا بانشر وهاند، وعندنا كمان سكوربين اخيرا رجع بعد سنين. بس الاهم من كل ده احنا عندنا شخصيه غامضه بتدخل جوه عقول واجسام الناس، وممكن جدا تكون اول خطوه حقيقيه لدخول الاكس مان في عالم مارفل. فخليني بقى اقول لك كل التفاصيل اللي ممكن تكون فاتتك في التريلر الجديد بتاع سبايدر مان براند نيو داي. اول حاجه لازم نفتكرها ان الفيلم ده بيكمل بعد نو واي هوم على طول، ونهايه نو واي هوم ان بيتر باركر اتحذف من حياه الناس كلها، مش سبايدر مان، لا بيتر باركر. ام جي مش فاكراه، نed مش فاكره، هابي مش فاكره، والاهم من كل ده ان بيتر دلوقتي بقى لوحده تماما. والملخص للفيلم الجديد اللي احنا هنشوفه ده دلوقتي في يوم 31/7 ان دلوقتي سبايدر مان او بيتر باركر بمعنى اصح بيشتغل كشغلانه بيشتغل كشغلانه سبايدر مان لمده يعني الايام كلها فول تايم. دلوقتي هو مبقاش عنده جامعه ومبقاش عنده اي حاجه غير ان هو يبقى سبايدر مان ويحارب الجرائم اللي موجوده في نيويورك. عشان كده شفنا في التريلر الاولاني اشرار كتير زي بومرانج، زي سكوربين، ولكن انا اللي انا جاي اقوله لكم والجاي اللي انا متاكد منه ان دي هتبقى لقطات وقطايف كده صغيره من الفيلم، مش هتبقى فايت سين كبيره، مش هيبقى حاجه بقى طويله. لا احنا مثلا هنشوفه ضد ترانشلا، هنشوفه ضد بومرانج، ولكن في مشاهد صغيره زي مثلا ما شفنا في فانتاستيك فور لما هم كانوا بيحاربوا اشرار، بس كانت مشاهد كلها صغيره بيشرحوا بيها ان فانتاستيك فور دلوقتي بيحموا العالم اللي هم كانوا فيه. ده بالظبط اللي هيظهر معانا في سبايدر مان براند نيو داي. في الاول خالص هنشوفه بيحارب شخصيات واشرار في لقطات 5 دقائق، 3 دقائق، دقيقتين، مش هتبقى اكتر من كده. لكن الشرير الاساسي اللي احنا هنشوفه هي الشخصيه اللي بتدخل جوه عقول الناس اللي احنا هنتكلم عنها في التريلر النهارده. في اول التريلر على طول بنشوف ان بيتر بيتفرج على بوستات بتاعه نed على الانستجرام. نed دلوقتي بقى في الام اي تي، ام جي كملت حياتها، والاتنين اتحركوا لقدام، بس بيتر لسه واقف في مكانه، ودي حاجه حزينه جدا. وده بقى اللي بيحصل مشاكل وبيعمل اضطراب نفسي جواه، وده اللي بيبدا حاجه اسمها ميوتيشن جوه جسمه. الاغرب بقى بين كل ده ان نed دلوقتي عنده حاجه اسمها سبايدي تراكر، يعني نed بقى بيحاول يعرف مين سبايدر مان، ودي حاجه مهمه جدا لان نed دلوقتي هو مش فاكر مين هو بيتر باركر، بس فاكر ان في حاجه اسمها سبايدر مان، في شخصيه اسمها سبايدر مان انقذه كذا مره الشخص ده او الشخصيه بتاعت سبايدر مان، وان الشخص ده كان قريب ليه دايما. احساس كده ان في ألفة ما بينه وما بين الشخصيه دي، ما يعرفش مين الشخصيه دي، ما يعرفش مين تحت الماسك، ولكن هو حاسس ان في قرب ما بينه وما بين الشخصيه. من اكتر التفاصيل المهمه في التريلر ان جسم بيتر بقى بيتغير دلوقتي، مش بس قوته زادت، لا الموضوع بقى شكله بيولوجي. وبنسمع بعد كده بيتر بيسأل بروس بانر عن ازاي اقدر اسيطر على الدي ان ايه والتحول اللي بيحصل في جسمي ده. طبعا هو ما بيشرحلوش ان التحول ده بيحصل في جسمه، هو بيسأله عن البتاع اللي هو لابسها دي اللي قدر بيها يتحكم في هالك ويوقف ان التغير اللي بيحصل جوه جسمه ما بين بروس بانر وهالك. الديفايس اللي هو لابسه ده هو ده اللي بيظبطه، وهو ده اللي بيوقف التغيير اللي بيحصل جواه. وفي لقطات تانية بنبدأ نشوف بيها الوابنج شكله عامل ازاي، وابنج بيطلع من جسمه وبطريقة غريبة جدا، ودي إشارة ضخمة للأورجانيك وابنج بتاع توبي ماجواير اللي احنا كنا بنشوفها. ولو رجعنا لنو واي هوم هنلاقي لما كان بيسأله ان الويبز بتطلع من ايده، بيقول له الويبز كلها بتطلع من ايدي، انا ما بفكرش فيها، هي بس بتطلع كده. فدلوقتي بدأ يتكرر الموضوع ده بالنسبة لبيتر، بعد ما كان بيستغرب منه لبيتر توبي، دلوقتي بيتر توم هولاند بيحصل له نفس الشيء. وده ممكن يفتح لنا باب لنظرية مان سبايدر. مان سبايدر دي في الكوميكس هو شخصية بيتر بيتحول فيها لشخص او لكائن اقرب للسبايدر من ان هو يبقى انسان، بيبقى شكله بيطلع له دراعات من ايده، بيبقى شكله غريب جدا، شكله عامل زي السبايدر، بيبدأ يتحول اقرب للسبايدر. هل ده ممكن يحصل؟ اعتقد انه ممكن يحصل، ولكن هيحصل لحاجة قريبة جدا، اللي هو هنقرب قوي لشخصية مان سبايدر، بس مش هنوصل للالتيميت مان سبايدر، مش هنوصل للشخصية النهائية بتاعت مان سبايدر. هو هيحصل تغير في جسمه وهيبدأ يحس ان هو بيتجه في الطريق ده، ولكن احنا مش هنشوف مان سبايدر الكامل. ظهور بروس بانر
التريلر معانا هو مش بس كاميو، هو مش شخصيه بس بتظهر معانا كده في النص كشخصيات من اللي موجوده في الفيلم، هو شخص اساسي ومهم جدا بيتمحور حواليه القصه كلها. اصلا بيتر بيروح له لانه الشخص الوحيد اللي فاهم يعني ايه جسمك يتحول ضد ارادتك. بروس عنده جهاز في ايده واضح انه بيتحكم فيها او بيقلل فيها تاثير الجاما راديشن اللي بتحصل في جسمه، وده معناه ان هالك مش مختفي، هو مقفول عليه، هو مقفول عليه جواه بالترباس. وده مهم جدا لان ده بيورينا لحظه بيتغير فيها هالك لسافيج هالك زي ما احنا شايفين. واعتقد ان دايما سوني ودايما مارفل بيحبوا يغيروا في التريلر. اعتقد ان هم مغيرين لونه من هالك الاخضر العادي لجراي هالك. جراي هالك ده اللي هو سافيج هالك، واحد من اقوى شخصيات او الفاريانتس او النسخ بتاعه هالك اللي احنا كنا شفناها في الكوميكس. فانا اعتقد ان هو هيظهر معانا رمادي في الفيلم، ولكن في التريلر مغيرين لونه. لان هم على فكره دي حاجه برضو اوريها لكم، حاجه من الحاجات اللي انا لاحظتها في الانترفيوز اللي هم كانوا بيعملوها الشخصيات الاكترز وهم كانوا بيعملوا الانترفيوز، كانوا بيتكلموا عن هالك وبعد كده قالوا الجمله دي. تعالوا ما اسمعكم. Well, the Hulk is green. No, Is he though? I don't know. Why do you say There's other colors. there are? Yeah, there's other colors of them. I didn't say that, by the way. They said that. يعني فيما معناه في حاجه كده هم مخبيينها. هي بترد بتقول هل هو اخضر؟ لا هو مش اخضر، بس تحس ان هم وقعوا بلسانهم، لان هو في العادي هو في الفيلم هو في العادي اخضر، بس في الفيلم لونه مختلف. اهم حاجه بقى في التريلر اللي ظهرت لنا هو الشخص المجهول، الشخص اللي احنا لحد دلوقتي مش عارفينه. في ناس كتير عماله بتقول ان هي هتلعب جين جراي، والناس كلها متاكده ان هي هتلعب شخصيه جين جراي من الاكس مان، بس في ناس بدات ترجع وتقول يا جماعه هو احنا لسه ما تاكدلناش ان هي بتلعب شخصيه جين جراي، دي ممكن تلعب سو ستورم اللي هي من فانتاستيك فور، ممكن تلعب شخصيات تانية كتير، لان القوه بتاعتها اللي ظهرت في التريلر في ناس كتير بتقول ان هي شبه القوه بتاعت سو ستورم اللي كانت موجوده في فيلم فانتاستيك فور فيرست ستيبس. بس انا برجع اقول لكم يا جماعه انا ببصم بال10 ان هي جين جراي، وان دي البدايه اللي احنا هنشوفها لاكس مان لسببين. اول تريلر ظهر معانا جابوا لنا شخصيه شبه روج دي شخصيه من الشخصيات اللي كانت موجوده في الاكس مان في افلام اكس مان زمان، ظهرت معانا وفي الكوميكس. ده اول هنت ان في اكس مان في الفيلم وفي حاجات ليها دعوه باكس مان. تاني حاجه اصلا المشهد اللي احنا شفناه في التريلر متاخد نسخه من الكوميكس ونسخه من الانيميشن بتاعه اكس مان. يعني الانيميشن بتاع جين جراي اللي شفناها في مارفل هي نفس اللي احنا شفناها في التريلر بالظبط، نفس الشخصيه بنفس القوه بنفس الطريقه، يعني 1 to 1. فانا برجع اقول لكم ما تخافوش يا جماعه، احنا اكيد هنشوف جين جراي وهنشوف شخصيه الاكس مان هيبداوا، ودي البدايه بتاعت اكس مان. في سبايدر مان براند نيو داي هنشوف بدايه اكس مان، وده الطريق اللي هيكمل فيه مارفل، وده اللي احنا هنشوفه في المستقبل. لان الاكس مان والميوتنتس بيلعبوا دور كبير جدا في افنجرز دومز داي وافنجرز سيكريت وورز. زي ما احنا عارفين افنجرز دومز داي اصلا في مشهد كده لو انتوا عايزين تبقوا تشوفوه بروحوا لاخر فيديو انا نزلته، مشهد اتسرب من فيلم افنجرز دومز داي. المشهد ده عباره عن افنجرز اسامبل، يعني افنجرز عارفين لما افنجرز اتجمعوا كلهم وعملوا اللفه دي حواليهم، ولكن بشخصيات اكس مان، يعني شخصيات اكس مان وزود عليهم ثور وكابتن امريكا. فهو ده الطريق اللي هم ماشيين فيه، طريق الاكس مان. ولكن حاجه من الحاجات المهمه جدا اللي احنا لاحظناها في التريلر ان سبايدر مان اصلا اميون، يعني سبايدر مان عنده مناعه من القوه بتاعه جين جراي، ما بيتاثرش بقوه جين جراي اللي هي بتتحكم فيها بعقول الناس، بتوقف الشخصيات كلها في حركه واحده، بتخلي العالم كله يقف. ولكن احنا شفنا في التريلر ان في شخصيتين ما تاثروش بالموضوع ده. شفنا ذا بانشر ما بيتاثرش، بانشر عمال بيتحرك يمين وشمال ومستغرب ان الناس حواليه دلوقتي كلها ثابته في مكانها، وسبايدر مان ما بيتاثرش، لدرجه ان سبايدر مان كمان صنع جهاز بيعرف يتراك او يعرف يعرفه هي متحكمه في انهي دماغ دلوقتي. يعني زي ما احنا شايفين في الحته دي هو بيروح من دماغ لدماغ، فهو دلوقتي شايف هي في انهي دماغ، هي فين. يعني هو صنع تراكر علشان يعرف يتتبعها. بلس كمان يا جماعه ما تنسوش ان سبايدر مان عنده سبايدي سنس، والسبايدي سنس بتاعته ما بتتاثرش بحاجات كتير جدا زي ما احنا شايفين، زي ما احنا شفنا مع دكتور سترينج لما دكتور سترينج زقه من جسمه، يعني زق زي مش عايز اقولها، مش عارف اقولها لكم ايه، هو روحه او اللي هو يعني جسمه من الجسم التاني من روحه، وهو قادر يتحكم في جسمه. يعني حتى
هو فاصل الاتنين عن بعض هو ستيل برضو قادر يتحكم في جسمه. وزي ما قلت لكم التريلر بيورينا سكوربيون بيرجع تاني بعد ما احنا شفناه في هوم كومينج واختفى تماما عن المشاهد، وبعد كده رجع لنا تاني في الفيلم ده. وانا اعتقد سكوربيون هيبقى ليه كونكشن ما بينه وما بين فينوم. ايه اللي جاب سكوربيون لفينوم يا عمر؟ اولا حاجتين، اول ما نزل لنا التاكيد بيلعب شخصيه سكوربيون في الفيلم الجديد بتاع سبايدر مان براند نيو داي، نزل على الانستجرام بتاعته على ستوري، نزل صوره لفينوم وسكوربيون، نزل حاجه كده كونكشن ما بينهم هما الاثنين. زائد كمان ما تنسوش يا جماعه ان احنا شفنا عينيه بتسود في كل التريلرز، عين بيتر باركر بتسود دايما في التريلرز. طبعا كلنا هنقول ان دي ميوتيشن وده ان ده تغيير جسمه وان دي حاجه ليها دعوه بان جسمه دلوقتي بدا يتغير فعينيه بتسود، ملهاش دعوه بفينوم. بس انا هرجع واقولها لكم ان هي انا متاكد ان ليها دعوه بفينوم، واعتقد ان هي ليها دعوه بالقطعه فينوم اللي اتبقت من سبايدر مان نو واي هوم لما شفناها في الكريدت سينز. لما فينوم رجع للعالم بتاعه تاني في حته منه اتبقت في العالم ده، فانا اعتقد ان الحته دي كانت محطوطه في جهاز مقفول عليه او محطوطه في ازاز صغير مقفول عليه مع سكوربيون، وفي الحرب ما بين سبايدر مان وسكوربيون الازاز ده اتكسر ونزلت منه حته فينوم، وحته فينوم دي دخلت جوه جسم بيتر باركر وبدات تعمل التغييرات الكتيره اللي بتحصل في جسمه. الحته الصغيره دي هي اللي غيرت جواه حاجات كتير. ده تحليلي انا وده اللي انا متاكد ان هو هيحصل، لان فينوم 100% انا متاكد ان فينوم هيظهر معانا. ازاي هيظهر معانا؟ هي دي الطريقه الوحيده اللي ممكن يظهر بيها معانا، لان اولا ما قلت لكم نزل الستوري دي فبين لنا الى حد ما ان في كونكشن ما بينه وما بين فينوم، وان تاني حاجه سكوربيون يعني شخصيه سكوربيون بيدور دايما على تكنولوجيا، بيدور على حاجات، فهتلاقيه كان بيدور على قطعه فينوم دي وكان بيحاول يشتريها او بيحاول ياخدها او بيحاول يستخدمها. وفي شخصيه من الشخصيات اللي اتاكدت ان هو هيظهر معانا ولكن ما ظهرش معانا في التريلر، وهو شخصيه تومستون. وشخصيه تومستون ده واحد برضه بيبيع حاجات من تحت الارض، بيشتغل تحت الارض كده، حاجات كده الليجل وبيشتغل بيها مع سكوربيون. وانا اعتقد ان هو هيبقى في شغل ما بينه وما بين سكوربيون، وان هو بيبيع له قطعه فينوم اللي محطوطه في الازاز دي، وبعد ما سكوربيون ياخدها وسبايدر مان يحاربه القطعه دي هتتكسر الى حد ما وهتدخل جوه جسمه وهيبدا يحس ويسال نفسه هو ايه اللي بيحصل لي ده، لان التريلر اصلا بدا ببيتر باركر بيسال نفسه هو ايه اللي بيحصل في دماغي ده، هو ايه اللي بيحصل لي دلوقتي، وكان في ساعتها بيحارب سكوربيون. فانا اعتقد ان ده المشهد او دي الفتره او دي الحته اللي احنا هنشوف فيها تغيير جسم سبايدر مان. ناس هتقول لي لا هو جسمه ودماغه بتتاثر دلوقتي بجين جراي، لا ما اعتقدش ان هو بيتاثر بجين جراي، لان احنا شفنا في كذا مشهد مش في مشهد واحد ان هو ما بيتاثرش بيها اصلا. ان جين جراي لما بتيجي تتحكم في عقول الناس هي مش عارفه تتحكم جوه سبايدر مان، هي بتدخل جوه دماغه وبتعرف تتكلم معاه ولكن هي ما بتتحكمش فيه، وما اعتقدش ان هي هتبقى السبب في انه يطلع له ويب من ايده او يطلع له حاجات غريبه من جسمه. اعتقد دي هي قطعه الفينوم اللي دخلت جوه جسمه اللي بدات تعمل فيه كل التغييرات دي. من اكتر بقى الحاجات المؤلمه اللي احنا شفناها في التريلر ان بيتر بيحضر حفله وبيشوف فيها ام جي مع بوي فريند ليها جديد، وده مشهد يوجع القلب الصراحه، يقطع القلب. يعني تخيل احنا كجمهور فاهمين وشايفين بيتر وعارفين مين هو وهي مش عارفاه، واحنا عمالين بنتقطع من جوانا وهو عمال بيتكلم معاها وهي مش حاسه بيه. وبنشوف بعد كده برضو في التريلر ان هو الى حد ما بينقذها، ان في حد عرف هو مين، وطبعا انا اعتقد ان هي جين جراي عرفت مين هو بيتر باركر وعرفت قصته كلها لما دخلت جوه دماغه، عرفت بقى ان هو كل الناس نسيته وعرفت ان هو بيتر باركر وعرفت ان ام جي بتحبه وان في حاجات كتيره جدا بقى بتحصل دلوقتي هي بقى هتبدا تستغلها. عشان كده هو بيجري على ام جي على طول وبينقذها، بيقول لها لو انت يعني انا عايزك تصدقيني، لو انت عايزه تعيشي، لو انت عايزاني انقذك تعالي معايا. فهي قالت له انا جايه معاك، وخدها وراح بيها على فرانك كاسل او ذا بانشر، راح لبانشر واداله ام جي علشان ينقذها او يخليها في امان. التريلر كمان بيورينا ذا هاند، بيورينا فايت سين قويه جدا، مشهد حرب ما بين سبايدر مان وذا هاند. وطبعا كلنا شفنا التريلر الاولاني لما بيتر كان بينط على ذا هاند واحنا متاكدين ان هما ماسحين شويه شخصيات من المشهد ده. واعتقد المشهد ده زي ما انتم شايفين هو بره السجن، هو خارج السجن، هو مش من داخل السجن. فهو بيتر هيدخل السجن هيحارب ناس جوه السجن وبعد كده هيطلع براه، ولما يجي يطلع براه في شخصيات اعتقد هيطلع بيها من السجن ده. وزي ما احنا شفنا في نهايه دير ديفل مات ميردوك دخل السجن، وكل الناس عارفه مين هو مات ميردوك، عارفين مات ميردوك هو دير
ديفل. وطبعا سبايدر مان كان عنده احساس من نو واي هوم لما عمل الحركه اللي هو مسك فيها الطوبه وقال له I'm a very good lawyer، فحس ان هو ايه ده، واحد اعمى بيعرف يمسك طوبه كده من لا شيء، يبقى ده عنده قوه خارقه. وبعد كده لما الخبر نزل لكل الناس في نيويورك ان يا جماعه دير ديفل هو مات ميردوك، عرف ان مات ميردوك ده كان هو المحامي بتاعه وكان بيساعده وكان شخص كويس جدا، فهيروح السجن على طول علشان يخرجه من السجن. واعتقد ان احنا رسميا هنشوف بيتر باركر بيحارب ذا هاند مع دير ديفل. زي ما انتم شايفين انا دير ديفل هيظهر معانا. انا بقول لكم اهو، انا جايب لكم يعني تاكيد رسمي ان دير ديفل 100% هيظهر معانا في سبايدر مان براند نيو داي، وهيبقى حرب واحده من اجمل الفايت سينز اللي احنا هنشوفها مع سبايدر مان، لان ده اللي احنا كنا مستنيينه اصلا في نو واي هوم. بس نو واي هوم هم جابوا لنا المالتي فيرس وجابوا لنا سبايدر مان بتاع توبي ماجواير واندرو جارفيلد وجابوا لنا كده مات ميردوك ظهر معانا، ولكن دلوقتي هيظهر معانا رسميا كدير ديفل وهيحاربوا هما الاثنين مع بعض. وطبعا زي ما قلت لكم في التريلر بنشوف فيه شوك ويف كبير في المدينه كلها والناس كلها بتتجمد في مكانها، والتفصيله دي مهمه جدا لان شكل القوه مش انفجار عادي، دي موجه بتاثر على وعي الناس كلها، وفي احتمال ان مصدرها يكون من منشاه حكوميه اسمها الDODC، واللي ممكن تكون ماسكه شخصيه ومتحفظه على شخصيات ميوتنتس وانه ماسكينهم علشان يدرسوهم. لو ده بقى صح فالقصه هتبقى كالتالي: الحكومه ماسكه شخصيه بقوه ميوتنت او سايكيك، القوه دي بتخرج عن السيطره وسبايدر مان هو الوحيد اللي يقدر يتحرك وسط الناس المتجمده، وبدل ما يكون بيحارب شرير واضح هو بيحاول ويطارد وعي بيتنقل من جسم لجسم. وده بيفسر لنا ان توم هولاند لما اتسأل عن الفيلم شرح ان الفيلم بيقول ان هو الفيلم اقرب لان هو يكون ديتكت، لان بيتر مش بيطارد شخص واحد واقف قدامه، هو بيطارد اثر او وجود هو مش شايفه اصلا. اكبر بقى لحظه طبعا بنشوفها في التريلر كلها هي الحرب ما بين سبايدر مان وهالك. بس المهم اللي احنا نعرفه هنا ونتاكد منه في الحته دي او في المشهد ده ان هالك هنا مش شخص شرير، هو بس شخص خارج عن السيطره. الشخصيه الغامضه دي ممكن تكون طلعت سافيج هالك من بروس، يعني بمعنى اصح اعتقد ان جين جراي هي اللي دخلت جوه دماغ بروس وخرجت سافيج هالك من جسمه، وده بيخلي بيتر في موقف مستحيل، هو محتاج يساعد بروس ومحتاج مساعده بروس اصلا، بس في نفس الوقت بروس نفسه بقى الخطر الاساسي ليه. في التريلر بنشوف واحده من اجمل مشاهد هالك بيعمل الثاندر كلاب، ودي حركه كلاسيكيه رهيبه بقالنا كتير جدا ما شفناهاش من هالك. انتوا عارفين بقى ان دي اول مره اصلا هالك يقابل فيها سبايدر مان؟ هالك عمره ما قابل سبايدر مان وعمره ما اتعامل معاه. بروس ممكن يكون اتعامل مع سبايدر مان ولكن او اتعامل مع بيتر باركر، ولكن هالك عمره ما شاف سبايدر مان وعمره ما اتعامل معاه. وصل بقى الجنون ده كله بنسمع صوت انت ماي لاول مره، وده بيسبب يعني بيأكد لنا ان هي هتظهر معانا في الفيلم، ممكن تكون تظهر معانا في فلاش باك او ممكن تظهر معانا كصوت فقط لا غير. يا جماعه الفيلم ده مش مجرد فيلم رابع لسبايدر مان توم هولاند، لا هو واحد من اقوى واهم الافلام في تاريخ الMCU وفي التاريخ المستقبلي بالنسبه لمارفل، لان ده ريست حقيقي كامل بيمسح بيه شخصيه بيتر باركر تماما وبيبنيه من اول وجديد. هو دلوقتي لوحده من غير ستارك تك ومن غير ايرون مان ومن غير صحابه ومن غير هويته، وجسمه بيتحول دلوقتي، وفي نفس الوقت العالم اللي حواليه بقى اخطر بكتير. سكوربين رجع، ذا هاند دلوقتي موجودين، بانشر داخل القصه، هالك ممكن يخرج عن السيطره، وفي قوه غامضه محدش شايفها، ودي ممكن تكون بدايه الميوتنتس في الMCU. قولوا لي بقى في الكومنتس انتوا ايه رايكم عن التريلر وايه اللي عجبكم لحد دلوقتي في التريلر وايه اللي متحمسين ليه، عشان انا الصراحه انا شايف ان ده هيكون ممكن يكون واحد من احلى افلام سبايدر مان اللي احنا شفناها في التاريخ، او اعتقد هيكون اقوى واهم واحد. ما تنسوش تقولوا لي رايكم في الكومنتس، واشوفكم في فيديو جديد وحلقه جديده، وسي يو ليتر.